الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. تكلمنا في الجلسة الماضية حول هذه الآية المباركة، وبقي ذيل الآية بنكات أذكرها، وإن شاء الله نبدأ بالآية التالية. قال تعالى: نزل عليك الكتاب، والمراد من الكتاب أي القرآن. ثم ذكر: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى. قبل ما ندخل في الآية التالية نحكي حول التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل لفظان أعجميان، يعني مو لفظان عربيان، مو من اللغة العربية، بل لفظان وردا في العربية من لغة أخرى غير العربية. التوراة لفظ عبري من اللغة العبرية، وفي الأصل يعني في اللغة العبرية، وفي الأصل معناه الشريعة والقانون. في اللغة العبرية التوراة بمعنى الشريعة والقانون. ثم هذه اللفظة يعني لفظة التوراة صارت علما على كتاب الله المنزل على موسى، فسمي كتاب موسى بالتوراة. هذا ما يرتبط بالتوراة. وأما الإنجيل فهي لفظة يونانية من اللغة اليونانية بمعنى البشارة. والحاصل التوراة والإنجيل لفظان أعجميان، ولكن ادعى بعض أهل اللغة كونهما عربيين، فادعوا أن التوراة على وزن تفعله أو وزن تفعله. هسه ما عندنا كلام في الوزن المصدري مالته، وهي مأخوذة من مادة ورية بمعنى إخراج النار. يقال وري الزندو. الزند اسم لحجر النار، هذا الحجر اللي بالاصطكاك يولد النار. وري الزندو شنو معناه؟ معناه أنه خرج ناره أو أخرج ناره. وفي القرآن الكريم عندنا: أفرأيتم النار التي تورون يعني النار التي تخرجونها من هذا الحجر. وكذلك في آية أخرى: فالموريات قدحا. هذا ادعاءهم بالنسبة إلى لفظة التوراة. وأما الإنجيل فأيضا ادعوا أنها مأخوذة من مادة الناجل، والنجل بمعنى الأصل، ولذا يعبر عن والدين، يعبر عن الوالدين بالناجلين. عندنا في اللغة رحم الله أو لعن الله ناجليه يعني والديه. بناء على هذين الوجهين التوراة قلنا تورية من وري الزند يعني من إخراج النار. فلماذا يقال لهذا الكتاب توراة؟ لأنها كأنه مثل النار، خرج نوره وشعاعه. وأما إنجيل
فقلنا هذول ادعوا أنه مأخوذ من مادة النجل بمعنى الأصل، وذلك لأن الإنجيل أصل ومرجع لهذا الدين، يعني لدين النصارى. ولكن قلت الظاهر هذا الكلام مو صحيح، وأن الصحيح كون الإنجيل والتوراة لفظين أعجميين. هذا ما يتعلق بمعنى التوراة والإنجيل. وهناك نكتة أخيرة حول الإنجيل، وهذه النكتة مهمة جدا، التفتوا إليها جيدا، وهي أن الإنجيل الأصيل، يعني الإنجيل الأصلي اللي نزل على عيسى عليه السلام، هو كتاب واحد، كتاب ومصحف واحد منزل من عند الله على عيسى. هذا هو الإنجيل الأصلي. وتدرون إنزال التوراة وإنزال الإنجيل كان دفعة واحدة. يعني عيسى عليه السلام في أحد المرات اللي ذهب فيها مثلا لمناجاة الله أو لأخذ الوحي، فالله أنزل عليه هذا الكتاب، كتاب الإنجيل. والحاصل الإنجيل الأصلي كتاب واحد منزل من عند الله. ولذا شوفوا القرآن دائما يستعمل الإنجيل بلفظ مفرد، بلفظ مفرد، لأنه كتاب واحد. أما هذا الكتاب الواحد فقد، يعني الآن في عالم اليوم احنا ما عندنا الإنجيل اللي أنزله الله على عيسى عليه السلام، هذا الكتاب مفقود. وهذا اللي اليوم تشوفوه هي الأناجيل. احنا قلنا الإنجيل الأصلي مفرد، ولكن الآن يقولون أناجيل 4 أو أكثر. هاي الأناجيل مو ذاك الإنجيل اللي نزل على عيسى. الأناجيل 4 أو أكثر هي مؤلفات لأصحاب عيسى أو غير أصحابه، التي كتبت بعد وفاة عيسى، وفيها شرح أحوال عيسى ويوميات عيسى وأقوال عيسى. فهؤلاء نقلوا في كتبهم، أو مثلا يقولوا في ذكرياتهم بعضا مما نزل على عيسى عليه السلام. والحاصل هذه نكتة بالنسبة إلى الآية السابقة. أما آية اليوم يقول من قبل هدى للناس، هذا من قبل يحتمل أن يكون راجعا إلى القرآن، التوراة، الإنجيل. عفوا من قبل هذا ظرف لأنزل التوراة والإنجيل، أنزل التوراة والإنجيل من قبل، يعني من قبل القرآن، من قبل القرآن. واضح. هدى مفعول لأجله، يعني لأجل الهداية. فقط هنا وقع البحث عن أنه هذا القيد، يعني هدى، هل قيد للتوراة والإنجيل فقط، أو للتوراة، الإنجيل، القرآن؟ إذا رجعناه إلى التوراة والإنجيل واضح، لأنه قال أنزل التوراة والإنجيل هدى، يعني يتطابق مع ظاهر الآية. ولكن أغلب المفسرين قالوا أنه لا، هدى قيد لأنزل التوراة والإنجيل ولنزل عليك الكتاب، بحيث يكون القيد راجعا إلى نزل وأنزل،
نزل الكتاب هدى، أنزل التوراة والإنجيل هدى. فعلى كل حال لفظة هدى تكون مفعولا لأجله لإنزال الكتب الثلاثة. أما واحتمل البعض، وهذا الاحتمال لطيف، احتمل البعض أنه كون هدى وصفا للتوراة والإنجيل فقط في هذا الموضع، قال أنه هدى قيد للتوراة والإنجيل مو لنزل عليك الكتاب. ليش؟ أولا ظاهر الآية هو هذا، لأنه قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى، فالظاهر الآية أن هدى قيد للتوراة والإنجيل. وثانيا النكتة اللطيفة هنا شنو قال؟ القرآن يقول، شوفوا الآية شنو تقول يعني الآية في مقام المناظرة والتكلم مع اليهود والنصارى، صحيح؟ فمقام سورة آل عمران هذا هو مقام سورة آل عمران، مقام المناظرة والكلام مع اليهود والنصارى، فلذا السورة تكون ناظرة لحال اليهود والنصارى، لحال اليهود والنصارى، لأنه يحكي وياهم. عند اليهود والنصارى التوراة والإنجيل يكون للهداية، ولذلك وصف يعني الآية وصفت التوراة والإنجيل بأنه هدى، لأنه هم يقبلون ويعتقدون بصحتهما وبكونهما هدى لهم. ولكن خوش التفتوا، ولكن هم ما كانوا يقولون بكون القرآن هداية، ولذلك سورة يعني الآية ما توصف القرآن بأنه هدى، لأنه هم ما يقبلون، بل وصفها بأنه الحق يعني الحق في نفسه سواء قبله الناس أو لم يقبله. شوفوا القرآن هداية، ولكن هداية لمن؟ في سورة البقرة نقرأ هدى للمتقين. القرآن هداية ولكن مو هداية للكل، هدى للمتقين. وفي سورة آل عمران بما أن الكلام موجه لليهود والنصارى فلذلك لم يقل أن القرآن هدى، وإلا كان معناه أنه القرآن هدى لكم، مع أنهم ما كانوا يعتقدون بالقرآن، ما كانوا يشوفون القرآن هداية لهم. فما وصف القرآن هنا في مقام الاحتجاج والمناظرة مع اليهود والنصارى بأنه هدى، بل وصفه بأنه الحق. بأنه الحق يعني شنو؟ يعني أنه حق في نفسه شئتم أم أبيتم. في الآية السابقة قال نزل عليك الكتاب وهو الحق، يعني سواء قبل هؤلاء اليهود والنصارى أو لم يقبلوا، ولكن مو هدى لهم لأنهم ما يعتقدون به، فلذلك وصف التوراة والإنجيل فقط بكونهما هداية. طبعا قلت هذا الكلام أكثر المفسرين ما قبلوا هذا الكلام، بس بعنوان احتمال. خلصت هاي الآية نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. خلص هذا المقطع. الآن ندخل في مقطع آخر، وأنزل الفرقان. المراد من الفرقان القرآن الكريم كما في الروايات وعليه أكثر المفسرين. المراد من الفرقان القرآن الكريم. إن قلت إشكال، ليش
ليش القرآن كرر هذا المطلب مرتين؟ خب في الآية السابقة قال نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب، إذا الكتاب يعني القرآن، بعد شنو الداعي مرة ثانية يقول وأنزل الفرقان؟ نقول الفرق بينهما، الفرق بينهما أنه في الآية السابقة، في الآية السابقة الله تبارك وتعالى كان يتكلم عن القرآن بصورة مطلقة، لا من منظار خاص، لا من منظار خاص، ولكن هنا يتكلم عن القرآن من منظار كونه مفرقا بين الحق والباطل. الحق والباطل اللي دخل في التوراة والإنجيل، الحق والباطل اللذان دخلا في التوراة والإنجيل، كأنه الله قال وأنزل التوراة والإنجيل ولكن حرفوهما، فلأجل حفظهما ودفع التحريفات عنهما أنزل القرآن المفرق للحق عن الباطل. فالوجه في التكرار هذا، التفتوا، كأنه الله يقول وأنزل التوراة والإنجيل والحافظ لهما هو القرآن، وأنزل الفرقان الذي يخلص التوراة والإنجيل من التحريفات والمطالب الباطلة. ففي هذه المرتبة الثانية الكلام ناظر إلى القرآن، الله تبارك وتعالى ناظر إلى القرآن من منظار خاص ومن جهة خاصة. من أي جهة؟ من جهة كونه مفرقا للحق عن الباطل. هذا وجه في كون القرآن فرقانا. وقلنا بناء على هذا الوجه احنا نحافظ على سياق الآية. سياق الآية كلش مهم. اولا سياق الآية، ثانيا لئلا يلزم التكرار. خب مرة سابقة قال نزل عليك الكتاب، خب هنا يقول أنزل الفرقان، إشكال ليش كرر؟ هذا إشكال لدفع الإشكال. وثانيا المحافظة على وحدة السياق، وحدة السياق كأنه يقول أنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان. خب ليش؟ يلد حفظ السياق ودفع ذلك الإشكال بأن نقول أنزل التوراة والإنجيل ولكن وقع فيهما الدوس والتحريف الكثير، فلدفع هذا التحريف أنزل، ما عبر أنزل القرآن، لا، أنزل الفرقان الذي يفرق الحق عن الباطل، الذي يدفع التحريفات والمطالب الباطلة. فكأنه هالشكل قال، شوفوا دققوا، كأنه قال أنزل التوراة والإنجيل وما يحافظ عليهما وما يمنع من تحريفهما. القرآن حافظ على الكتب السابقة، ولذلك كان مصدقا لما بين يديه. أحد الوجوه في مصدقا لما بين يديه أنه القرآن حافظ على هذه الكتب، ولولا القرآن كانت هذه الكتب تزول وتنعدم من كثر ما دخل فيها التحريف. أما القرآن اجى وحارب بقوة هذه التحريفات. هذا هو الوجه الأول في لفظ الفرقان. أما الوجه الثاني في لفظ الفرقان
رواية في علل الشرائع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سئل الرسول: لما سمي الفرقان فرقانا؟ قال عليه السلام: لأنه متفرق الآيات والسور، أنزلت في غير الألواح والصحف، والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلها جملة واحدة في الألواح والورق. هذا الوجه الثاني في الفرقان. وأما الوجه الثالث في الفرقان فهو أنه، هذا الوجه لطيف، فهو أنه التوراة والإنجيل لم يكونا معجزتين لموسى وعيسى عليهما السلام، فحقانية موسى وعيسى لم يكن في عالم الإثبات، لم يكن متوقفة على التوراة والإنجيل، ولكن معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وما يثبت حقانيته هو القرآن الكريم. ولذلك كان القرآن فرقانا. فرقانا يعني شنو؟ يعني يفرق ويفرز الدعوة الباطلة عن الدعوة الصحيحة، ويبين أن دعوة رسول الله دعوة صحيحة مو دعوة باطلة، فيكون فرقانا. تم الكلام إلى ها هنا من أول السورة. هذا يعني محصل الكلام من أول السورة إلى هنا. الله تبارك وتعالى أشار في هذه الآيات، دققوا، أشار في هذه الآيات إلى جميع أصول الدين، إلى جميع أصول الدين. الأصل الأول التوحيد، صرح به: الله لا إله إلا هو. هذا التوحيد. ويتبع التوحيد شنو؟ العدل، يعني العدل يكون مع التوحيد. التوحيد العدل. بعدين شنو يجي؟ النبوة. النبوة الآية ما أدري الثالثة أو الرابعة قالت: نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل. هذا هم النبوة. والإمامة أيضا مع النبوة. فالتوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، بقي المعاد. بقي المعاد هنا يشير إلى المعاد ويقول: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد. فبهذا يعني شوفوا في هاي الآيات مضافا إلى المطالب اللي تضمنتها كل آية بحيالها، أيضا الله تبارك وتعالى أشار إلى أصول الدين بطريقة فنية حلوة. ولذلك قال: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. يعني إذا نريد نشوف شنو الرابط بين هذا المقطع من الآية والمقطع السابق. المقطع السابق قال: وأنزل الفرقان، هنا يقول: إن الذين كفروا بآيات الله. شنو الرابط بيناتهم؟ لعله الرابط أنه الله يريد أن يذكر أصول الدين معا، فذكر التوحيد والعدل، النبوة والإمامة، وبقي المعاد وذكره بهذه الآية. هذا من طرف. ومن طرف ثاني الله تبارك وتعالى بعدما أكمل الحجة، يعني شوفوا، أقام برهان عقلي أنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. الله الذي لا يستحق العبادة غيره، هو أنزل الكتب وبعث إلى الناس أنبياء، فأكمل الحجة
فأكمل الحجة ولذلك إن الذين كفروا بآيات الله. فإن الذين كفروا بآيات الله يكون مطلب مبتني على ما ذكر في الآيات السابقة. في الآيات السابقة ذكر إتمام الحجة بأنه التوحيد دليله الحي القيوم، بعدين النبوة نزل عليك الكتاب، قلنا المكون هو المشرع، أنزل الكتب، أنزل بعث الأنبياء، وأنزل الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. فالحجة كاملة، تمت الحجة. هنا يقول إذا واحد أعرض فيستحق العقاب. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. فلو سألناكم، أكرر، فلو سألناكم شنو الرابط بين إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد مع ما قبلها، شنو الرابط بيناتهم؟ نقول من جهتين. الجهة الأولى، الله في الآيات الكريمة أتم الحجة على العباد، ثم بعد تمام الحجة قال إذا واحد أعرض وما قبل فله عذاب شديد. هذه من جهة. ومن جهة أخرى قلت لعله هذه الجهة الثانية محتمل، لعله الله يريد أن يبين في هذه الآيات القصيرة القليلة تمام أصول الدين، ولذلك بقي من أصول الدين المعاد ذكره بهذا. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. خو تدرون هذا اللام في لهم يقولوا لام الاستحقاق. احنا عندنا لام في كثير من الموارد يستعمل لام المنفعة، يعني يستعمل لما يكون بنفع المدخول عليه. مثلا أقول أدعو لزيدين، يعني أدعو لصالح زيد. على يستعمل بضده، ولذلك إذا قلت أدعو على زيد يعني أدعو بضرر زيد، أدعو بضد، أدعو بما يكون فيه ألم زيد، يكون فيه تعب زيد. على يكون لما ينافي الإنسان، لام تكون لما يوافق الإنسان وما بصالح الإنسان. هذا اللام في يمكن غالب الموارد الشكل. ولكن عندنا لام أخرى يقال لها لام الاستحقاق، ولذلك هنا يقول لهم عذاب شديد، يعني يستحقون العذاب الشديد، مع أنه العذاب الشديد هو مو بصالحهم حتى تستعمل اللام فيها. نقول هذا اللام مو لام اللي تستعمل فيه المصالح والمنافع، لا، لام الاستحقاق. إن الذين كفروا بآيات الله، آيات الله شنو هي؟ الكتب اللي نزلت على عيسى، على موسى، على النبي محمد صلى الله عليه وآله وعليهم السلام. والله عزيز ذو انتقام. هذا والله عزيز ذو انتقام يكون كتعليل وتثبيت لما قبلها. اللي كان قبلها شنو كان؟ إن الذين كفروا بآيات الله يعذبهم. بعدين في هاي الآية، يعني الآية التالية، يقول ترى لا تفكر أنه الله ما يقدر، لا، والله عزيز. عزيز بمعنى الغالب الذي لا يغلب عليه، الغالب الذي لا يغلبه أحد. فإذا الله راد يعذب المجرمين أحد ما يقدر يوقف أمامه.
لمن الملك اليوم، هذه في القيامة مو في الدنيا. لا في الدنيا اليوم عمل ولا حساب، أي شيء تريد تسوي سوي. ولكن الموت يجي، ويجي يوم أنه أصلا ما إلك وجود في الدنيا ولا ذكر في الدنيا تصبح أحدوثة، تصبح من ضمن القصص، الدنيا تخلص. فكانت سرابة. السراب ما له واقعية. الحقيقة أن الدار الآخرة لا هي الحيوان، الدنيا سراب مو ما لها واقعية. فأي شيء تريد تسوي في هاي الدنيا تخلص. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها، كأنه بس ساعات قصيرة وخلصت. والله عزيز. أما في ذاك اليوم، في يوم القيامة، لا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بعد ماكو قدرة غير الله. والله عزيز، إلى عزة، إلى جبروت، إلى غلبة، ذو انتقام. الانتقام بمعنى مطلق العقوبة. هذا اللي في أذهاننا اليوم، أنه الانتقام يعني عقوبة المجرم قبال الجرم اللي فعله عليه. هذا اصطلاح متأخر، ولكن العقوبة في الانتقام في اللغة بمعنى مطلق العقوبة، يعني والله عزيز ذو عقاب. لفظة عزيز، النكتة الأخيرة، لفظة عزيز تدل على صفة الذات، أن ذات الله عزيز، أن ذات الله له الغلبة، له القدرة، له جبروت. وأيضا في مرحلة الفعل ذو انتقام ويعاقب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.